حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. يا صباح النور والسرور، صباح الفل وصباح الورد والطاقة الإيجابية على أحلى أخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة كده جيت لكم في فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. وروتين كله طاقة إيجابية ونشاط ورغاوي. بصوا، روتين فاخر من الآخر والله. اتفرجوا معايا على الروتين للآخر، وإن شاء الله كده هتتشجعي معايا وتقومي تعملي كل اللي وراكي. حابة أشكر كل اخواتي وحبايب قلبي اللي دخلوا قناتي جديد واللي موجودين معايا على القناة. بحبكم كلكم في الله. لو لسه أول مرة بقى تشوفي القناة بتاعتي يا قلب أختك وحبتيني، ما تنسيش تحطي لي اللايك والكومنت اللي بيشجعني، وتشتركي في القناة عشان نكون أكبر عيلة. ما ننسوش نصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاة على الحبيب مسكن وطيب. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده كده يا بنات. بقى اليوم ابتدى من بدري لان اليوم ده كان محتاج طاقة ومجهود. اول حاجة بدأت بيها كانت الغسيل. غسلت بقى كده الستاير وهدوم، غسلت المطبخ. هتشوفوا معايا كل ده في الفيديو. اول حاجة كده شلت الستاير، الستورة اللي كانت في الركنة، ما كانتش عايزه تتشال. هي الستاره اللي كانت في الصالون اللي عايزه تتشال، والستاره اللي ما بين المطبخ والحمام كنت حاساهم ان هما بصوا مش عايزين يتغسلوا وعايزين يتملطوا. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت في دوره الغسالة لان ما كانش عندي هدوم كتير، فقلت بما اني بقى ان انا هشغل الغسالة كده مع بال كده ما انقع بقى الستاير شوية في البانيو. انا بحب انقعهم جدا في البانيو يا بنات، وساعات بنقعهم في الغسالة من بالليل للصبح واشغل عليهم الغسالة. بس قلت بما ان انا عاملة دورة ملابس وكده، احطهم شوية بقى في البانيو ينزلوا كل اللي فيهم، عشان خاطر يعني ايه ينزلوا التراب كله اللي فيهم وكده. وبعدين بقى بحطهم في الغسالة على نظافة في مية نضيفة كده بعد ما اخلص الغسيل. فضيت الغسالة وكده وقلت بقى احطهم في مية نضيفة واعمل عليهم كده كذا دورة، بحيث ان هما لما ينضفوا معايا خلاص ما يبقاش بقى محتاجين ان هما يتنقعوا تاني يعني في البانيو. عايزه اقول لكم ان الستاير هتشوفوها في اخر الفيديو معايا طلعوا بصوا مش بيبرقوا كده زي الفل والله. اعملي كده اول حاجه، املي كروانه عندك كبيره او البانيو، وحطي عليهم ميه سخنه كده هتلاقيهم منزلين التراب كله اللي فيهم. وبعدين بقى بتحطي في الغساله آه اللي هو بريكس دوت. بصوا خليهم بيلمعوا، نقطة بريكس صغيرة مع دوني مع كلوريكس الوان. ممكن تحطي كلور ابيض، بس انا عارفة ان الكلور الابيض ممكن يصفر الستاير اللي هي البيضة. فيعني بحط نقطة لا تذكر كده، بحس ان هو بيزهزق برضو الحاجات البيضة. مكترتش، حطيت بقى اللي هو الاوكسي دوت وسبتهم بقى مع نفسهم كده. يعني ايه اديله ايدج كده. فضلوا بقى يتغسلوا كده لغاية ما طلعتهم شطفتهم. وبعد ما شطفتهم حطيتهم كده على البانيو نشفوا. حطيتهم بس كده في المنشفة بتاعة الغسالة، حطيتهم بتاع بالظبط دقيقة عشان برضو ما يتهلكوش. وممكن كمان ما تحطهمش اصلا في المنشفة، هم يا دوبك بس يتصفوا على البانيو او على اي حاجة. وبعدين بتطلعيهم تنشريهم على طول، ولا كأنهم اصلا يعني بصوا مش بياخدوا وقت خالص في ان هم ينشفوا في البلكونة 5 دقايق بالظبط وهتدخليهم. خلصت بقى هنا الغسيل وطلعته معاكم وحطيته كده في المنشفة نشف، وطلعت بقى ايه انشر معاكم. عايزاكم بقى تخلي بالكم كده من بيتكم. عايزاكم يلا اللي ما ابتداش بقى تنظيفات الشتا يبتديها، ويلا كده نبتدي مع بعض. ونزلت لكم الروتين ده قبل روتين الريسبشن اللي انا قلت لكم عليه، لان انا روتين الريسبشن لسه همنتجه بصوتي، وده كمان لسه بمنتجه لكم بصوتي انا عند ماما حاليا. فان شاء الله روتين الريسبشن ده هبتدي بيه كده اول الاسبوع، لان فيه طاقه ايجابيه ان شاء الله كده تتشجعوا معايا فيه. هتاخدوا مني طاقه ايجابيه رهيبه كده. ابقى خلصت معاكم تنظيفات الشتا في الشقه، فاضل بس المطبخ. هنعمل كده السيراميك بتاع المطبخ بموب او مثلا بفوطه كده قديمه، لان انا الموب اللي عندي اتكسرت. وهنمسح كده الدواليب وهنعمل كده ايه تنظيفات في المطبخ. ادعولي بس كده ان انا يعني ايه ربنا يقويني واعمل معاكم كل حاجه. بعد بقى التنظيفات العميقه ان شاء الله اللي هي بتاعه الشقه ديت، هنفرش الفرش الشتوي ونستقبل الشتا كده بكل اريحيه وبكل بساطه.
وان شاء الله كده يبقى شتاء بسيط وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب، لان خلاص فاضل شهرين على 2026 و2025 تنتهي وعمر جديد يعني يبتدي بقى، وسنة جديدة تبتدي معانا ان شاء الله، تبقى مليانة خير وحب وود ما بينا وان شاء الله كل يعني اللي بيتمنى حاجة من ربنا ربنا يحققها له في السنة تبقى الجديدة. سنة خير كده وفرح وراحة بال ورزق وكل حاجة ان شاء الله علينا كلنا. تعالوا بقى اقول لكم على حبة خطوات كده، ولو التزمتم بيها ان شاء الله شقتكم هتبقى بتبرق كده، ومش هتلاقي حاجة متراكمة عليكي ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم ان انا بسجل لكم دلوقتي الساعة 5:30 الفجر، يا دوبك هسجل الفيديو اقوم اصلي الفجر وانام. حبيت اني اسجل بصوت هادي كده ومفيش كده دوشة جنبي، عشان الصبح مش بعرف اسجل عند ماما. بقى من عيالي ومن اخواتي بيبقوا قاعدين وكده، فما ببقاش اصلا عارفة اسجل. انا كنت بنام دلوقتي بس قلت اقوم اسجل لكم كده عشان اخلص. بصوا انا بعد ما خلصت آه، التنشير وكده، قلت بقى ادخل اشوف الغسالة. طبعا انا زودتها ميه لان هي كانت محتاجه ميه، بس انا عشان كنت بصور بايدي فلما قفلت الكاميرا رحت مزوداها ميه عشان الستاير يعني تاخد راحتها كده في الميه. بصوا هنا الستاير، بصوا كانت زي الفل. دي الستاره ديت ماما عطيهولي، بحطها عند الحمام اعزكم الله، والمطبخ في النص كده، عشان خاطر يعني الدهون والحاجات اللي بتطلع من البوتاجاز وكده يعني ما تبوظليش الستاير بتاعتي الجديده. فماما اديتها لي الستاره دي، كنت جايباها اصلا يا بنات، اللي انا ماسكاها في ايدي ديت اللي هي فيها بينك وكده، كنت جايباها لغرفه النوم لان الست كانت عامله لي شال كشمير في غرفه النوم. ف يعني ايه قلت لا طالما بقى لايقه كده على الصالون، ايه يعني لما احطها في الصالون هغير برضو. انا الستاير بتاعتي اللي في الصالون لونها ابيض كده زي فيها لولي برضو، يعني مديه للصالون شكل حلو. ان شاء الله هفرش حاجتي كلها في العيد ان شاء الله، لكن حيانا كده وكان لنا عمر هتشوفوا حاجتي بقى وسجادي ان شاء الله في العيد. تعالوا بقى اقول لكم على حبه النصايح اللي انا اقول لكم بصراحة عليها. كده بقى يا بنات، عايزة اقول لكم مفيش احلى من احساس انك تشوفي بيتك كده دايما رايق ونظيف ومترتب، وانك كده بتنشري الغسيل وتهوي بيتك وتفتحي الشبابيك وبصوا بتحسوا كده بجد ان يعني الطاقة بتاعتك رجعت لك. نصيحة مني بقى، دايما حاولي تغسلي كل حاجة اول باول، وما تسيبيش حاجة متراكمة عليكي، لان كل حاجة لما بتتراكم عليكي انت بتحسي انك اصلا نفسيتك مش مرتاحة. فدايما كده لما انت ما بتخليش الحاجة متراكمة عليكي، ده اللي بيخلي البيت دايما ريحته حلوة ومنظره كده مريح. بعد كده بقى يا بنات المطبخ والمواعين، اي حاجة انت تطلع منك سواء بتعملي غدا فطار واقفة بتعملي كوباية قهوة نسكافيه، ما تقوليش لما اخلص ابقى اعمل، لا. وانتي واقفة المعلقة اللي هتطلع منك كوباية القهوة كوباية النسكافيه او اي حاجة تغسليها على طول. نضفي الرخامات والبوتاجاز. بصراحة كده انا المطبخ بالنسبة لي لما بيبقى نضيف بحس ان البيت كله والله بيبقى نضيف. جربي كده بقى وانتي واقفة على الرخامات، الخل مع الكربونات ونقطة صابون كده، وابتدي بقى ايه اغسلي الرخامات واغسلي البوتاجاز، هتلاقيهم بينضفوا. بعد كده لو عندك مواعين في الحوض بعد الغدا اغسليها واعملي لك كوباية شاي وتلاقيها واجب روقان بقى كده. ترجعي بقى كل حاجة مكانها، كلاعب بقى أطفال هدوم. مثلا عارفة ان ايه ان ممكن يكون معاكي مثلا اطفال طفلين او 3 وكده صغيرين وكده، لكن من دلوقتي حاولي انك تعلميهم ان هما لما يجوا من بره او اي حاجة يقلعوا هدومهم يحطوها في اوضتهم. حاولي مثلا تخلي ابنك يطبق الهدوم مثلا ويحطها على سريره يهوي هدومه وكده. يعني لما بتعلمي الاولاد من صغرهم هما بيتعودوا لما بيكبروا. لكن لو هيشوفوكي بقى بترمي كل حاجة هنا، مفيش نظام في البيت، هما مش هيعملوا حاجة خالص. عودي ولادك مهما كانت الظروف او اي حاجة لازم يكونوا بيساعدوكي، لان ما ينفعش ما يساعدكيش. انا بعلم آسر من دلوقتي، ساعات كتير بيقولي لا يا ماما مش قادرة اعمل حاجة وكده، وانتوا عارفين طبعا ده طفل، وانا مش بحب ان انا مثلا اجي على حريته يعني. كتير ساعات بشد قوي وساعات برخي برضو شوية، وما ينفعش برضو ان انتي تشدي وبابا يشد، وما ينفعش ان انتي ترخي وبابا يرخي، لا. حد منكم يشد وحد منكم يرخي، وحد منكم يرخي وحد منكم يشد، عشان برضو الدنيا تمشي. المهم نرجعوا لمرجوعنا بقى.
انتي برضو تعلمي اولادك برضو ان هم يعملوا معاكي الحاجة ويساعدوكي في البيت. عايزة اقولك كمان ان لازم تاخدي الامور بهدوء، خطوة بخطوة، وخدي كده فواصل صغيرة بين كل حاجة، يعني كل مهمة انت هتعمليها في البيت. نضفتي النهاردة غرفة النوم، بكرة هنضف مثلا غرفة الأطفال، النهاردة هنضف الحمام، بكرة هنضف البلكونات. يعني ما تاخديش كل حاجة كده مرة واحدة. لو خدتي كل حاجة مرة واحدة انت هتتعبي ونفسيتك هتتعب، فما ينفعش. خلي كده كل هدفك في اليوم يبقى بسيط. ما تخليش كل حاجة تبقى متراكمة عليكي وفي يوم واحد أعمل فهتعب، لأ. خلي كل حاجة كده يعني ايه، بهداوة، واحدة واحدة، على الهادي يعني يا زبادي. المهم كده تشغلي بقى قرآن، موسيقى هادية. بلاش تشغلي أغاني بجد والله، بتحسي ان يعني الأغاني ديت مش حلوة، مش حلوة وانت بتعملي البيت. شغلي قرآن كده على قناة، أي قناة انت بتحبيها أو كده. لو لقيتم بقى الرينج لايت بتهز كده أو كده، اعرفوا ان أحباب الله هم اللي بيعملوا كده، لأن هم كانوا معايا في المطبخ. عايزه اقول لكم انا عملت لهم كده غدا بسيط. كنت عامله رز بالخضار، وكان في حتت فراخ كده عندي. علبه الانقاذ دي انا عاملاها، لو عايزين نقول لكم عليها قولوا لي. انا كنت قايلها قبل كده في فيديو، بس عشان حبايبي واخواتي اللي ايه دخلوا معايا القناه جديد ان شاء الله باذن الله، هتكلم عن الميزانيه وهعمل لكم ميزانيه الاسبوع الجاي ان شاء الله لما اشتري حاجتي. انا عملت لهم رز كده بالخضار، آه بقطع فراخ، وعملت كمان صدق جنبه اسكندراني. بعمله بقى يا بنات طعمه خطير، خطير اقسم بالله. بس انا عشان ما كنتش قادره اقف اصور، تعبت بقى. غسلت ستاير، وغسيل الغسيل وكده، وتنشير وكده، وبقى مع حاجات تانية عملتها. مش كنت يعني متراكمة عليا، لأ. يعني مطرح ما قمنا من النوم، عملت السرير، عملت غرفة النوم بتاعتي، عملت الركنة مطرح ما فطرنا وكده. يعني حاجات كده بسيطة برضو عملتها بره. فأنا بحب إن أنا أشارك معاكم الغدا. احنا كلنا ستات بيوت شاطرة، وكلنا بنعرف نطبخ وبنعرف نعمل كل حاجة. فأنا يعني فكرة الغدا دي أنا بشاركها معاكم، من باب إن احنا بناخدوا أفكار من بعض بنعمل الغدا. وساعات برضو بعمل معاكم الغدا وبحط الرينج لايت وبصور لما بلاقي نفسي ان انا واقفه لوحدي في المطبخ. لكن لما الاولاد بيبقوا جنبي في المطبخ ما بعرفش الصراحه اصور منهم. المهم بقى دخلت كده، اول حاجه عملتها ان انا غسلت المواعين بسرعه، وبعدين غسلت البوتاجاز، وبعدين اعمل بقى الرخامات كده والحيطان اللي حوالين البوتاجاز وكده. وبس كده المطبخ كان معايا نضيف والحمد لله زي الفل. وبقى بكافئ نفسي بحاجة بسيطة، وبطلع كده اقعد بقى اتفرج على حاجة، انيم يونس يقعدوا شوية معايا انيمهم بدري. يعني بعمل كوباية شاي بالنعناع، مثلا شاي اخضر. بعمل اي حاجة كده تهدي اعصابي ينسون. وبقعد بقى كده شوية 5 دقايق افصل من اليوم، لان يعني طول اليوم احنا بنبقوا مش غلط انك تاخدي لحظة لنفسك. زي ما قلت لكم كده تهتمي بشكلك حتى لو بحاجة بسيطة. العناية بالنفس يا بنات مش رفاهية، دي حاجة أساسية عشان نقدر نكمل. احنا بنهتم بالبيت وبالناس اللي حوالينا، بس مين بيهتم بينا بقى لو احنا نسينا نفسنا في كل يوم؟ حتى لو دقيقة اعملي حاجة ليكي انتي. البسي بيجامة كويسة، حطي مرطب على وشك، حطي مثلا اي حاجة انتي بتحبيها، برفان بتحبيه، مخمرية، آه مثلا اي حاجة حلوة كافئي بيها نفسك في اليوم. البسي حلق كويس كده، مش عشان حاجة، لا عشان نفسك انتي. مش لازم تبقى حاجة كبيرة، المهم انك تحسي انك لسه موجودة وسط الزحمة بتاعت اليوم بتاعتنا دي. اهتمي بنفسك، بريحتك، ببشرتك، بلبسك، بابتسامتك، بكل حاجة فيكي. احنا والله نستحق اكتر من كده، لانك لما بتكوني مرتاحة ومبسوطة كل حاجة بتبقى حواليكي بتبقى اسهل واجمل. افتكري دايما بقى والله العظيم بجد ان البيت دوت مش هيبقى حلو لو صاحبته تعبانة. وخلي بالك من نفسك زي ما بتخافي على كل حاجة حواليكي، اولادك بقى وبيتك، اي حاجة في بيتك وكده. لازم تفتكري ان نفسك عليها حق، يعني كل حاجة في بيتك زي ما هي عليكي حق وبتخافي عليها وكده، خافي برضو على نفسك. خافي على يعني على صحتك، على كل حاجة فيكي، عشان لان احنا بنات برضو ملناش قطع غيار. هو احنا لينا قطع غيار؟ وانا ما اعرفش لو لنا قطع غيار ده انا اروح اجيب قطع غيار. بصوا يعني انا نفسي اتعافى بجد من الولادة القيصرية التانية دي. يعني انا يعني الجسم ما بقاش زي الاول. يعني بحس ان انا يعني المجهود بيقل وصحتي بتقل، يعني ايه،
مش زي الاول، زي اول ولادة وزي ما كنت بنت وزي ما كنت لسه متجوزة. فعلا بعد الولادة القيصرية التانية دي حاسة ان مجهودي قل، وحاسة ان انا يعني قلت شوية في، يعني ساعات بحس ان انا بقل في بيتي وكده، بس كله بيقولي لا والله، يعني كله بيقولي ما شاء الله عليكي في بيتك يعني نضيف ومرتب وكده. بس انا مش عارفة من بعد الولادة التانية دي، وان انا معايا 2 بيبي، حاسة ان ايه، ان الدنيا يعني مش متظبطة شوية. ده بقى كان اخر الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون عند حسن ظنكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت اللي بيشجعني. مع الف سلامة.